اهلا بفانزاتي الحلوين. دلوقتي هنكمل الجزء التاني من المسلسل بتاعنا. وقفنا في الجزء الاول لما شخص حاول يطلق مية نار على دوهي، بس جيونج حماها وبتحرق جسمه، وطبعا لان قوته مفقودة فبيمسك ايد دوهي وبيعالج نفسه وبيرجع زي الاول تحت صدمة دوهي اللي بتسأله هو مين، وبيقول لها انه شيطان وان البشر بيسموه ابليس. بتفضل بصله بصدمة ومش مصدقة، وبتفضل بصة للوشم، وبتروح اسم الشرطة وبيقول لها الضابط انه محلله الحمض وطلع قوي جدا، ولو كان جه على وشها كان هيدوب وهتموت. وبيسألها لو شك في حد، وبتفتكر تايا اللي اتقتل بس بتقوله لأ. وبيكون جيونج مستنيها بره وقرفان كده من الناس كلها، وبتخرج وبيمشوا سوا. بيقول لها يا بنتي خلي بالك من نفسك، افرض موتي دلوقتي انا يحصل لي ايه واسمك كان هيتحرق. بيقول لها انا شيطان نبيل، الشياطين طيبة وبتساعد الناس مقابل صفقات. بتقوله بس مش فارق معايا، انا اصلا مش مصدقاك. قال لها انتم البشر كده دايما شكاكين. بتقوله اه وشمك بقى سر قوتك علشان كده لازق فيا على طول. اكيد انت محتاجني دايما، وبص وانا زيك هقولك حل حلو، اشتغل معايا حارس شخصي. بيقول لها نعم انا شيطان احمي بشريه تافهه زيك مستحيل. قالت له انت بتتنك على ايه يا عم، اعتبر نفسك بتحمي وشمك الغالي. بص انت عارف اني مستهدفه وفي حد بيحاول يقتلني، شوف بقى لو مت وشمك هيحصل فيه ايه. فهو بيبص لوشمه كده وبيقول لها شوفي لو قلتي ايه مستحيل اوافق. بينزلوا من العربيه بيقول لها يلا اتفضلي امشي قدامي علشان اوصلك لحد يقتلك ولا حاجه. قالت له شوف ده بقى شغل الحارس الشخصي. قال لها مستحيل. بيمشي وفعلا بيكون القاتل عند بيتها، وبيرجع بيته وهو متغاظ ومش عارف يقتلها. يروح جيونج يحكي لمساعده وبيقول له انا حياتي تقف على ايدي التافهه دي. قال له يا عم ما تشتغل حارس وخلاص. قال له ابدا. قال له طب افرض قالت للناس عن هويتك الحقيقيه. قال له دي هي نفسها مش مصدقه، مين هيصدقها. بيلاقي رساله من دوهي بتقول له كن حارسي الشخصي ولا اشيل الوشم بالليزر. قال المجنونه دي بتهدد شيطان. بتفضل دوهي تفكر فيه وفي كل المرات اللي انقذها فيها، بتتمنى انه يفضل معاها وينقذها تاني. وبتتصل بالسيده جو بتسالها لو كويسه، وبتعرفها انها سمعت خبر وفاة المدير المالي بتاع شركتها، وانه اتصل بيها قبل ما يموت وكان عايز يقول لها على معلومات مهمة. فبتقول لها السيدة جو انها ما تقلقش، وبتقفل بس بتكون قلقانة. وبتتصل بالمساعدة وبتطلب منها تجيب لها كل التقارير المالية عن المقر الرئيسي لشركة ميراي، وكمان كل الفروع وكل المعلومات عن المدير المالي اللي مات. بتراجع الدفاتر وبتقول ازاي ما خدتش بالي من كل ده. وبيصحى جيونج مبسوط وبيقول للمساعد ان اكيد وشمه بخير في ايد دوهي، وبيشموا ريحة حاجة بتتحرق. وبيفضلوا يدوروا وبيلاقي جيونج صبعه بيولع، وبيترعب وبيفضل يحاول يطفيه هو مساعد. وبتيجي كيونج وبتدلق عليه مية، وبيطفي النار وبيصدم جيونج، وبيعرف ان جسمه بدأ في الاحتراق التلقائي لانه مبقاش يعمل صفقات وكده هيتحرق ويموت. وبيتصل بدوهي وبيقولها انه هيجيلها، وبتفرح جدا وبتقابله. بيقول لها خلاص انا موافق وهكون حارسك الشخصي. بتقوله بجد ايه ده، ايه اللي غير رايك؟ قال لها عادي يعني، حتى الحاجات التافهه تستحق الحمايه. بيتحرق صبعه تاني وبيخبيه منها. بيقول لها تعالي معايا، وبياخدها للبرج. بتصوت وبتقوله مكان عالي انا خايفه. قال لها ده احسن مكان علشان الاقي اشخاص اعمل معاها صفقات. بيولع صباعه تاني وبيكون مستعجل. بيقول انه لقى شخص وبياخدها المستشفى، وبتشوف ام بنتها مريضه وبتدعي انها تخف حتى لو ليوم واحد. بيدخل عليها جيونج بيقولها انه هيساعدها بنتها تخف، بس بعد 10 سنين هي هتموت وهتروح للجحيم. ما بتصدقش الام وبتشوف البنت بتتعب اكتر. بيقولها قولي قرارك بسرعه لان ايده بتتحرق اكتر. بتزعق له دوهي وبتقوله انت بتضغط عليها، لكن الام بتوافق في مقابل ان بنتها تخف. وبتتم الصفقة وبيخرج وهو مبسوط، ودوهي متغاظة منه. بتقول له ايه اللي هيحصل لو ما عملتش صفقات. بيقول لها هتحرق وهختفي من العالم. بتقول له انت ازاي حياتك مبنية على تعاسة الناس ومصايبهم. بيقول لها انا كده بساعدهم. وبيفضلوا يجادلوا مع بعض وهي مش عاجبها اللي بيعمله. وبيقول لها تعالي معايا. بتقول له لا انا مش هساعدك على حساب حياة حد، ومش عايزة منك مساعدة. وبتمشي وهي متضايقة. وبيقول بكرة ترجعي لي لما تحتاجي قوتي، انتم البشر كده انانيين. بيرجع وبيحتفل بالصفقة. بيجي مساعده بيعرفه انه عرف معلومات مهمة عن يوم نقل الوشم لدوهي. قاله انهم فضلوا في المية نص ساعة، والقمر ساعتها كان بدر. بينتبه جيونج فبيقول له المساعد ان دي حاجة بتحصل كل 29 يوم ونص. فقال له جيونج ان لسه فاضل 28 يوم وده وقت طويل. بنشوف السيدة جوهي بتزعق لشخص، وبتقوله حصلت انك تقتل الناس انت لازم تتعاقب على افعالك. وبيمشي الشخص ده من عندها وهو ناولها. بتعرف المساعدة دوهي إنها تجيب لها حراس شخصيين. وبيفضل جيونج يفتكر كلام دوهي إن البشر بيحسوا بالذنب لو حد اتأذى بسببهم، وإن اللي بيعمله مؤذي. فبيروح للبنت المريضة
وبيسألها عن أمنيتها، فبتقوله إن والدي ووالدتي ما يتأذوش ولا يعانوا بسببي. بيتأثر جيونج بكلامها وبيزعل. وبتكون دوهي في مطعم وبتشوف البنت المريضة بتحتفل مع عيلتها بعيد ميلادها. بتروح تبص عليهم وبتشوف قد ايه هم مبسوطين، والأم مبسوطة علشان بنتها، فبتفرح وبتعرف إن جيونج كده ساعدهم أكتر. وبتروح الشركة وبتكون الدنيا بتمطر، فبتنزل من العربية بتلاقي جيونج العسل واقف بالمظلة علشان يحميها من المطر. بيفضلوا يبصوا لبعض فترة، وبتوافق انه يكون الحارس الشخصي بتاعها تاني. وبيفضل هو يقرأ كتب علشان يتعلم عن الأمن والحراسة. بياخدها يوصلها بتلاقي دوهي رسالة من السيدة جو. بتتصل بيها فما بتردش. بتقول لجيونج يوديها عندها. وبتوصل بيت السيدة جو بتلاقيها قاعدة على الأرض. بتروح تكلمها وبتكتشف إنها ماتت. بتتصدم وبتنهار تماما، وبتفضل تصرخ وبتطلب من جيونج إنه يساعدها. بيقولها إنه ما بيقدرش يحيي الموتى. بتفضل تترجاه يساعدها وهي منهارة، وهو بيكون زعلان علشانها. تاني يوم بتكون الجنازة، وبتفضل دوهي بصل لصورة السيدة جو، وبتفتكر لما جات لها وهي صغيرة في جنازة عيلتها وشجعتها تكون قوية. ويكون ولادها بيمثلوا انهم زعلانين. وبيجي جوون وبيقول لدوهي انه اتأخر لان السيدة جو قبل ما تتوفى طلبت منه مراجعة مالية على كل فروع الشركة. فبتستغرب. وبتيجي سو وهي سكرانة وبتقول انه مش وقته. وبتغلط في دوهي وبتقول لها انها بتحاول تقرب من جيوان، بس هي مش من العيلة وانها من الشارع. وردت عليها دوهي، فقالت سو ان والدتها اللي كانت بتدافع عنها ماتت فتبطل وقاحة. وبيفضلوا ولادها يتكلموا عن الشركة والميراث. وبتتقلب الجنازة لضحك وهزار، وما بتستحملش دوهي المنظر وبتمشي. حتى جيونج بيستغرب وبيقول دي جنازة ولا حفلة. وبنشوف ان القاتل موجود ولابس لبس الامن ودخل غرفة الكاميرات. وبتروح دوهي حديقة السيدة جو اللي كانت بتحبها، وبتفضل تبصلها بحزن وهي بتفتكر ذكرياتها معاها. بيجي دو حفيد السيدة جو مهزأ، وبيولع سيجارة، فبتزعقله دوهي وبتقوله ان السيدة جو بتكره ريحة السجاير. قالها دي ماتت وكل الشركات هتكون لوالدي وبعد كده هتكون ليا، والنهاردة اسعد يوم. وبيولع السيجارة، فبتتغاظ دوهي منه وبتروح تشيل السيجارة وبترميها، وبتبصله بتحدي. وبيوصل جيونج عندهم، فبيمشي دو وبيمسك جيونج ايد دوهي وبيستعمل قوته، وبيخبط راس دو في الباب، فبتفرح دوهي فيه. وبيقعدوا سوا، بتفضل تحكيله عن السيدة جو، وبتقوله ان السيدة جو كانت عارفة انها لما تموت ولدها يفرحوا، واكيد هي وحيدة دلوقتي. بيقولها عارفة الناس بتلبس اسود ليه في الجنازة؟ علشان الميت ما يتعرفش عليهم ويكون لوحده. فبيمسك ايديها وبقوته بيخلي هدومها بيضة. وبيقولها دلوقتي السيدة جو هتقدر تشوفك وتحس بيكي كمان. بتشوف دوهي فراشة طايرة، والظاهر انها السيدة جو. الموت غريب في كوريا بصراحة. وبتفضل تكلمها وبتشكرها لانها وقفت جنبها وحبتها. بتبكي بحزن، وبتحضر كل العيلة اجتماع مع الضابط. وبيقول لهم ضابط الشرطة ان السيدة جو خدت دواء معين وهي عندها حساسية منه، وده سبب لها أزمة قلبية. بتتصدم دوهي من الكلام وبتقوله ازاي ده مش نوع الدواء بتاعها، وان كل الموجودين بما فيهم الدكتور عارفين ان عندها حساسية من المادة دي، وده معناه ان في حد بدل الدواء بتاعها عن قصد. بيشتبه الضابط فيهم كلهم، وبيكون كل اللي هم ولادها. ان محدش يعرف من الصحافة علشان سمعة الشركة. بتتعب دوهي من اللي بيحصل حواليها، وبتقول ان اكيد المدير المالي تاي كان عارف حاجة عن حد فيهم علشان كده اتقتل. ولما السيدة جو دورت في الحسابات اتقتلت قبل ما تكتشف حاجة. بيقوم ولادها الواطيين علشان يشوفوا الوصية والورث. بتروح وراهم دوهي بعصبية، وبتقول قدام الكل ان السيدة جو اتقتلت ما ماتتش بسكتة قلبية زي ما هم قالوا. بيبصولها كده وبتفضل تقول في نفسها يا ترى مين فيهم اللي قتلها علشان الورث. بيقول ابنها الكبير انها مجنونة وبيطردها، لكن المحامي بيقول ان الوصية لازم تكون موجودة فيها دوهي. بيقول المحامي الوصية والكل قاعد مبسوط مستني مين فيهم هيمسك إدارة الشركات. بيقول المحامي إن السيدة جو سابت كل ممتلكاتها وإدارة الشركة لدوهي بشرط إنها تتجوز قبل سنة. بيتصدم الكل وبيضغطوا على دوهي علشان ترفض، بس بتبصلهم بقوة وبتقولهم إن الطريقة الوحيدة لإيقافها هي قتلها. بتروح لجيونج وبتطلب منه الجواز تحت صدمة الكل، وكمان بتقدم له خاتم، لكن جيونج بيكسفها وبيرفض. بتفضل محروجة وبتمشي وهي متغاظة منه، وبيمشي وراها. بتقول انت جاي ورايا ليه؟ قالها ده شغلي. تبقى نفسها تقتله فعلا. بيكون كل ولاد السيدة جو بيفكروا في طريقة ياخدوا بيها الميراث،
في الطريق بتقول دو هي لجيونج: اوعى تفتكر اني كنت عايزه اتجوزك بجد، لا ده انا بخرف عادي يعني. لا لا انتي اصلا مش فارقه معايا. بتتغاظ منه اكتر وبتقول له يشغل لها اغنيه بتكون كل الاغاني عن الجواز. بتتغاظ اكتر، قالت له: انت شايفني عايزه اتجوز؟ اطفي الاغاني دي. وبتوصل وبتنزل من العربيه وبتنسى الجواب اللي سابته لها السيده جو. بيروح جيونج علشان يديهولها وبيسمعها من ورا الباب وهي بتكلم نفسها وبتشتم عليه، وبتقول ازاي اتجرأ ويرفض عرضها وانها تجره كده وتجبره يتجوزها وهتحقنه بحقنة فيلة. بيخاف على نفسه، بيقول اما امشي احسن دلوقتي لحسن دي مجنونة، وبيجري بسرعة وبيهرب. وبيجي جوان لدوهي وبيقول لها انه مصدوم ان السيدة جو اتقتلت لانها كانت بتراجع الحسابات. فبتقول له انها تمسك ادارة الشركة وتكتشف السر وتعرف مين القاتل ومش هتسيبه. فبيطلب منها انها تبعد علشان ما تأذيش، بس بتصمم على رأيها وبيسألها عن جونج وإنها ما تعرفوش كويس علشان تطلب منه الجواز. بتقوله إنه أكتر شخص سعيدة وهيحميها. بيتضايق من كلامها وبيكون عايز يبات معاها علشان يحميها، بس هي بترفض وبتقوله إنها كويسة. بعد ما بيمشي بتقول إنها بقت وحيدة للمرة التانية من 17 سنة. بتفتح تليفونها وبتلاقي الأخبار منتشرة وصورها وهي بتعرض الجواز على جونج ورفضها، وبتتفاجئ إن الموضوع اتعرف. بيحكي جيونج لمساعده على اللي حصل وان دو هي عرضت عليه الجواز. فرح المساعد وقال له: ده هتكون قصتكوا كده زي قصة الافلام، هتكرهوا بعض في الاول وبعد كده هتقعوا في حب بعض. بيفكر جيونج في كلامه وبعدين بيكبر دماغه وبيسأله المساعد هيعمل ايه، فقال له: اكيد مش هوافق اتجوزها وبعدين انا حارسها الشخصي. بتخش عليهم كيونج بالسيف وبتقول له: مين البت دي اللي عرضت عليك الجواز على جثتي؟ بتتصل ساعتها بيدو، هي بيرد عليها بتقوله انها لازم تقابله بسرعه وكيونج نفسها تقتلهم. وبيروح لها وبيقول لها: انت لابسه نضاره شمس بالليل ليه؟ لا تكوني مشهوره. قالت له: بسببك انت رفضتني والاخبار انتشرت. قال لها: عادي انا افضل اكون عازب، بس اشمعنى اخترتيني انا من بين كل الناس؟ فبتسكت ومش بتعرف تجاوبه. فبيضحك وبيقول لها: شكل اللي سمعته حقيقي. قالت له: سمعت ايه؟ قال لها ان البشر بيقولوا صدق وقت النوم، وده لانها قالت له انها كانت عايزه تنام ومرهقه علشان كده خرفت وقالت انها عايزه تتجوزه. قالت له: لا طبعا كنت بكذب. قال لها: طب روحي بقى شوفي حد تاني اتجوزيه. قالت له: انت لو اخر واحد مش هتجوزك. قال لها: احسن. بتمشي وهي بتقول: رفضني مرتين في نفس اليوم. بيوصلها وبتنام من التعب في العربيه. بيبصلها كده باعجاب وبتكون صعبانه عليه، وبيحط لها رساله في الشنطه وبتطلع دوهي الشقه. بتقرأ رسالة السيدة جو وهي بتبكي، وبتقول لها السيدة جو في الرسالة إنها سابت لها المنصب ده وهي عارفة إن وراها ذئاب وبتكون قصدها على ولادها. وبتقول لها إنها لازم تتجوز علشان يكون في حد جنبها ويحميها وتعرف تواجههم. بتخلص دوهي الرسالة وبتروح تزور قبرها، وبيكون قريب منهم العصابة اللي زعيمهم مات وبيزوروا قبره وبيدوروا على معلومات على جيونج علشان ينتقموا منه. بيقعد جيونج في مكتبه وبتبدأ ذكرياته لما كان بشري ترجعله، فبيستغرب وبيحكي لمساعده. فبيقوله ان ده بسبب وشمه، لان من غيره هو بشري عادي يعني هيموت وهيكبر ووشه هيكرمش. بيترعب جيونج على شكله الوسيم وقال له: لا لا الا وش الحلو. بيروح يقابل دوهي علشان يوصلها الشركة، وبيفضل ماسك وشه وهو خايف لا يكرمش ويكبر. بيمسك ايديها علشان يرتاح ويستمد قوته. بتشيل ايدها منه وبتقوله: انت رفضتني، ما ينفعش تفضل ماسك ايدي قصاد الناس. بص هخليك تمسكها واحنا لوحدنا في اوقات معينة كده. وهو بيفرح. وبيوصلوا الشركة وهو عينه على ايديها هيموت ويمسكها علشان خايف يكبر، بس هي ما بترضاش. وبتقول لمساعدتها ترتب لها ميعاد مع شخص علشان موعد مدبر علشان تضايق جيونج. بتاخده معاها علشان يراجعوا الكاميرات يوم وفاة السيدة جو. بيزهق وبيقول لها انه شغل ممل وانه ممكن بقوته يلاقي الشخص اللي كان عايز يقتلها. قالت له: ما قلتش كده ليه من بدري؟ قال لها: انتي ما سالتيش. قالت له: طب يلا بسرعه، وبتديله ايديها علشان يستعمل قوته. قال لها: وايه يضمن لي انك بعد ما تاخدي مصلحتك تسيبيني وما ترجعليش وشمي؟ قالت له: اوعدك حتى بعد ما نمسك القاتل هفضل معاك لحد ما وشمك يرجع لك. بيمسك ايديها وبيستعمل قوته لكن مش بتشتغل، وده اللي هو بيستغربه. فبيجرب يستعملها على حد تاني وبتشتغل. فبيعرف ان في مشكلة، ومع انه شاف وش القاتل بس قوته مش عايزة تشتغل معاه، وده طبعا لان القاتل كان لابس قناع ومش ظاهر بوشه الحقيقي. بتبقى العصابة ومساعد الزعيم لسه بيدوروا على جيونج بس مش عارفين مكانه. بيجي القاتل وهو متنكر وبيديهم ظرف فيه صورة جيونج ومكان شركته وكمان مكان شركة دوهي. وبيروح مساعد الزعيم علشان يقتله. وبنشوف قتل السيدة جو وهو بيفتكر يوم ما بدلها الدواء علشان تموت، وبنكونش لسه عارفين هو مين. بيتصل جون بدوهي فبتعرفوا انها بتراجع الكاميرات وبيطلب منها انهم يتعشوا سوا. فبتوافق بس جيونج بيتضايق
وبيقول لها إنها عندها ميعاد وبياخدها حفلة عملها الموظفين عشان يرحبوا بيه. بيفضل الكل يشرب وما بيصدق جونج وبيفضل ماسك ايد دوهي وهي بتشيل ايدها بس هو ابدا ماسكها. وبيقول له موظف انت رفضتها ليه؟ هي مش نوعك المفضل ولا ايه؟ فبتتحرج دوهي وبيقول له جونج لا وانه اصلا معجب بيها. فبتبص له دوهي بصدمه وبيقول لهم اصل اللي بيحب لحم الخنزير ما بيحبش يتجوزه. فبيتنحوا كده من رده وبتبص له دوهي بغيظ على رد الوقح وبتشد ايديها منه وبتقوم تمشي وبتسيبه وهي متضايقه وبيمشي هو كمان وهو متضايق وبيقول انه يكبر احسن من انه يتحملها. وبيرجع يقول لي يحصل لها حاجة من غيري. بتوصل عنده بقى العصابة ساعتها وبتتصل بيه وهي ساعتها علشان يرجع لأنها لوحدها. بس العصابة بيكونوا وقعوا منه التليفون ومش بيعرف يرد عليها وبيطلع يجري منهم وهم وراه وبيحاصروه وبتبقى دوهية بتدور عليه وبتحاول توصله وبيضربوه العصابة على دماغه جامد فبينزف وبيقع وبيكون المساعد هيقتله. فبتوصل ساعتها دوهي وبتوقفه وبتبص للجونج وهي مرعوبة عليه وبتقول لهم انها الحارسة الشخصية ليه. فبيبص لها الجونج بإعجاب وبتطلع مسدس وبترش عليهم منه وبتجري عليه علشان تديله ايديها علشان يستعمل قوته. وفعلا اول ما بيمسك ايديها جرحه بيروح وبيرجع زي الأول وبيحارب العصابة بسهولة وكمان بيخليهم يرقصوا وبيبقى شكلهم يضحك. وبيرقص هو كمان مع دوهي تانجو وهو بيضرب العصابة لحد ما بيخلص عليهم وبيخلص الرقصة. وبيفضل هو ودوهي يبصوا لبعض وبيعرف ساعتها انه وقع في حبها وهي كمان نفس الشيء. وبيكون القاتل بيصورهم. فيا ترى مين القاتل وايه اللي هيحصل معاهم؟ هنعرف في الجزء الجاي. استنوني. باي باي.